السلام عليكم، إيه الاخبار؟ يا رب كله بخير. مع حضراتكم كابتن احمد علاء من امبيون زينون. النهارده هنتكلم عن انواع مضارب التنس. عندنا مينلي ثلاث انواع: عندنا الالومنيوم، عندنا الميكس، عندنا الجرافايت. طيب يعني ايه الومنيوم؟ يعني ايه ميكس؟ يعني ايه جرافايت؟ الثلاث انواع دول اسوأ نوع فيهم الالومنيوم. ده بيجنر سعره تقريبا ما بيتعداش ال 1000 جنيه. مضرب ما انصحش بيه اي حد، لان مش احسن حاجه سواء بيجنر سواء متوسط او ادفانس. الماتيريال بتاعته ما بتساعدش المضرب. لو السترنج بتاعته اتقطعت شكرا كده المضرب باظ. فانا ما بنصحش باي حد. طيب لو انت بيجنر وعايز مضرب، يفضل يبقى بداية من الميكس. هنتكلم عن الميكس دلوقتي، بس نتكلم عن الجرافايت الاول. الجرافايت او مضارب اعلى شويه كربون فايبر، دول بتبقى اعلى انواع المضارب، بيبقى للاعب الادفانس التورنمنتس، زي اللعيب مثلا التوب 5 على العالم بيلعبوا جرافايت او كربون فايبر. طبعا اسعارهم بتبتدي على حسب الاوزان، كل وزن ليه سعر. بس مثلا ممكن نبتدي من رينج 11000. بس مضرب السترينج مهما اتقطعت بتتغير عادي. الماتيريال بتاعته نظيفة جدا، بتساعدك على التمرين، بتساعدك على التطور بسرعة. طبعا لا قدر الله بيحمي اكتر من حاجة للاصابات. مضرب هفضله لاي حد مع الرينج بتاعه. يعني كتدريب هتتطور بسرعه جدا، كتورنمنت هيساعدك في الكنترول في اي حاجه. طيب ايه الميكس؟ الميكس ميكس بين الالومنيوم، ميكس بين الجرافايت. طبعا نسبه الجرافايت بتبقى اعلى، بس مش هيساعدك كتورنمنت. مضرب بيجنر او مستوى متوسط او ادلت بيلعب فور فن او مجرد ممارسه الرياضه، المضرب هيبقى تحفه جدا ليك. مناسب جدا. السترنج لو اتقطعت بتتغير بس بليميت معين، بشده معينه. بعكس الجرافايت ممكن تشد على شده جامده، شده ضعيفه عادي. ملوش ليميت في الشد. الميكس لا، ليه ليميت. يفضل ناس معينه تشده. طيب اسعار الميكس بتبدا من ايه؟ بتبدا تقريبا 3900 من شركه ويلسون، في تكن فايبر، في بوبولا. طبعا لو حضرتك محتاج اي استفسار، محتاج اي حاجه، ممكن تكلمنا على البيج او على المسجات بتاعتنا او واتساب او تتواصل. هنساعدك ان شاء الله. حتى مش لازم تشتري، يعني اعرف وافهم.